قلب العالم الإسلامي. إننا اليوم لا نحتفي، بل نحتفي بقيمة القدرة وليس بتفوق فردي فحسب. نحتفي بالتفوق الذي نؤمن أنه طريق الخلاص الحقيقي للأمة وسلاحها في معركة الوعي وأساس نهضتها وعزتها. فالذي نزرعه اليوم من نور علم ووعي وكرامة هو ما نحصده غدا بإذن الله نصرا لفلسطين وتحريرا للمسجد الأقصى وعزا لغزة المحاصرة. نعم، نحتفي اليوم بابنتنا وقلوبنا تنبض دعاء لغزة، وعقولنا تستحضر واجب المرحلة، وإرادتنا لا تزال مؤمنة بأن الشعوب التي تزرع التفوق لا تهزم ولن تنهزم، وإن العلم المصحوب بالإيمان والكرامة هو السبيل الأقوى للنصر والعزة والتمكين. فإن الشعوب التي تخرج المتفوقين أمثال هذا وتعلن قيم العلم وتزرع الإيمان في قلوب أبنائها هي الشعوب القادرة على رد العدوان وكسر الحصار واسترداد الحقوق وكتابة فجر جديد من الحرية والكرامة. اللهم فرج عن أهلنا في فلسطين واكتب لهم نصرا يعز فيه الحق ويذل فيه. حضور الكرام، لقد كان الأزهر الشريف جامعا وجامعة ومعاهد وما زال وسيظل بإذن الله رائدا في علوم الدين والدنيا، فهو قلب العالم الإسلامي النابض، المنارة التي امتدت. الكرام، في غمرة هذا الفرح النبيل لا يغيب عن قلوبنا جرح الأمة النابض في غزة الحبيبة، حيث تواصل المحنة وتستباح الكرامات ويحاصر فيها الحق وتزهق الأرواح البريئة في ظل صمت دولي مخزي. وإننا في هذا الجمع المبارك وفي هذه القرية الطيبة نرفع صوتنا تضامنا مع شعب غزة الأبي.